امين عام منظمة المؤتمر الاسلامي راجل قليل الادب. دي مش تبقى خيبة دي؟ امين عام منظمة المؤتمر الاسلامي راجل قليل الادب، راجل واطي وقح. ينفع يا جماعة؟ ينفع يتولى هذا المنصب الرفيع كذب زي ده؟ سبسي أس، هذا خطأ فاحش. انت اللي فاحش، انت اللي وسخ. ذكر اسم السيسي مش فاحش يا وسخ، يا وسخ. أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء يا فخامة الرئيس إلى هذا الحد. طيب ما احنا نقدر نقول ما انتوا كنتوش لاقيين تاكلوا برضه؟ واطي. وانا بحاول الاقي له الفاظ مهذبه مع انه يستحق اذبل الالفاظ واخبث الالفاظ اللي اسمه اياد مدني ده. لما يجي واحد واطي زي اياد مدني ويقول ما يقول ويدعي ما يدعي ويحاول ان يسوق هذا، وبعدين خلي بالكم ما ان قال هذا الكلام الخبيث حتى تلقفه اعلام الاخوان وشيروه ونشروه ولمعوه وتاجروا به كأنها مؤامرة مقصودة. وانا قلت لكم انه القضية قضية ان ده راجل اخواني موالي الاخوان، وبالتالي عمل معروف يوم كبير. هذا البغل المدعو اياد مدني اللي كان يوم اشتغل وزير الحج في السعودية، وبعدين مسك وزير التعليم والثقافة الاعلام والثقافة، وبعدين مسكوه الاخوان امين عام منظمة المؤتمر الاسلامي. اياد مدني هذا الوضيع الذي يتولى منصب امين عام منظمة المؤتمر الاسلامي. طبعا الاحداث متلاحقة، وتكشف انه اياد مدني رجل موالي للاخوان وعلى علاقة كبيرة جدا باردوغان واخوان تركيا، وانه محمد مرسي الرئيس المخلوع او من كان رئيسا لمصر يوما ما هو الذي اعلن فوزه بمنصب الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي في المؤتمر الذي عقد في القاهرة في فبراير سنة 2013. البغل الموتور المدعو اياد مدني اللي هو بيمثل او مسؤول عن امين عام منظمة المؤتمر الاسلامي